في فجر اليوم الثاني أدى الرئيس جمال عبد الناصر فريضة صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد الحسين. وقد أدى الصلاة مع سيادته السادة أنور السادات رئيس مجلس الأمة، والمشير عبد الحكيم عامر نائب الرئيس، وكمال الدين حسين رئيس المجلس التنفيذي، والوزراء المركزيون والتنفيذيون، ورجال السلك السياسي العربي، وشيخ الجامع الأزهر، ورئيس الطائفة التيجانية، ورئيس وفد السنغال. وبعد الصلاة غادر رئيس المسجد مودعا بالتحية والتكريم.